فلوس ببلاش يعني جامعة. تصدق لما سبت الحلاقة او لما شعري طول بانت على حقيقتها، هي مش وحشة بس انا ان شاء الله هطوله تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاية قناة بونو توجين فيديو جديد ومكسل احط التليفون على الستاند. فالنهارده جاي اعرض لك شوية ايام غير مثالية بالمرة، لا في نظام ولا في نوم ولا في اكل ولا في مذاكرة ولا في الجيم ولا في التمرين ولا في الحياة. المهم ان هو يوم مش مثالي او ايام مهببة بزفت 60 هبه، حتى الكلام متهته. المهم ان شاء الله عندنا تمرين خلفيات النهارده، وعايز اجرب احط شكل ديد ليفت. تمام. وبما ان اول مره اجربه فهيكون التكنيك في السماء في الحضيض، وهيكون كل حاجه تعبانه يعني. ولكن كده كده جهاز الباك اكستنشن انت بتحطه في اخر التمرينه، ما بيبقاش تمرين انا واخده بجديه. فانت بتحط تخش على الباك اكستنشن احتمال 90% ان انت بتشقلبه، غالبا بيبقى كله قاعد مريح عليه بتاع. فعشان نهتم ان انا امان القطنيه او الاكتو سباين اللي هي تحت الظهر كله، عشان ازود كثافه الظهر شويه لان الظهر عنده نقطه ضعف. فمحتاج احط تمرين يكون جد جد اللي هو شكل ديد ليفت. هجرب حاجتين النهارده، هجرب العبه على السميث الاول، بس السميث اللي عندنا في الجيم تكنو جيم تعبان ابن 60 في 70، هو الجهاز اصلا تقيل من غير حاجه. فانا هجرب اتمرن بيه الاول، لقيت الجهاز وحش سيء لدرجه ان ظهري مثلا وجاني. الجهاز تقيل، المقاومه صعبه وبتاع. هروح بقى العبه حر، وده الخيار الأسوأ. ولكن أول حاجة هجربه على السميث، وده أكل امبارح أو مش عارف هو أكل ولا إيه الوضع، بس تسميني تسميه لأن في فرق في السعرات ياما فشخ أصلا. فأنا لما لقيت في فرق في السعرات لأن مفيش بروتين، فأنا باكل كارب، فالكارب معاه سعرات لأن أنت طول اليوم جعان، فأنت هتعمل إيه؟ فبما إن في فرق في السعرات، إيه اللي حصل؟ زودت كارديو، طلعت على اللينكلاين، شمطت زي 2 كيلو، خدوا مني زي نص ساعة. والنهارده برضه عامل كارديو زيادة لأن النهارده هيبقى زي امبارح مفيش بروتين. فحواليك اليوم بس يا ريت ما تخشش كل ده كارب كل دي سعرات. عارف هي جت كده، هو اليوم جه كده. أنا مش عارف أنا بص هنا ليه، هي كما هنا بس أظن. المهم تعالى يا ابني. بس النسب المعفنة زيادة، زائد 600 سعر زائد. شوف الكارب بكام؟ 391 250. يعني بطني وجعتني لما شفت الرقم امبارح وانا بحسب اخر اليوم. طبعا هتقول لي انت بتحسب ليه رغم ان انت عارف ان اليوم تعبان او مش حلو او لازم تحسب كده كده عشان تعرف انت تعمل ايه. يعني مثلا زودت كارديو امبارح بتاع، دي حاجه كويسه. انت لما حسبت عرفت كده، وفي نفس الوقت احسب. حتى لو انت عارف ان هو تعبان احسب، انت مش خسران حاجه. واشرب ميتك، اشرب 3 لتر ميه اللي انت بتشربهم، مش ما انتش خسران حاجه برضه. ليه؟ بس كده بقى نروح الجيم، كفايه كفايه عشان انا زهقت والله، مش عارف اذاكر ولا عارف اشتغل ولا عارف امنتج ولا عارف اعمل اي حاجه. فانا اروح الجيم، اروح تعبت السنه والوزن مع بعض. يلا سلام، نتقابل في الجيم. بص هو المفروض خلاص وبلبس رايح الجيم، بس وانا بغير افتكرت حاجه اخيره بالنسبه بتاع الصيدليه. كنت داخل اوزن فالبيض، وانا داخل كان هات القلم هات القلم اوريك الموقف. هو كان قاعد عامل كده وانا بقول له عايز اوزن، لقيته بيقول لي مش بنوزن ببلاش، وبيعمل لي بالقلم كده. ها احنا مش بنوزن ببلاش يعني يا جماعه. على اساس ان أنا هخش لك طول بعرض اقول لك انا عايز اوزن بس يا بضاني يا ابن المهم فمن الارض طلعت طلبت ميزان، وده اللي مفلسنا. الله الله يا حق اللي جابك يا جدع. المهم الميزان اهو، فهو ملوش اي لازمه غير ان انا اجي الصبح اقف عليه يقول لي ان انا 77 او 76 كيلو. هتقول لي ليه 76؟ هقول لك ما اعرفش، بس اعتبرني خسيت كيلو لان انا كنت 77 او كنت 82 من كام فيديو بالظبط، ما اعرفش ايه اللي حاصل. المهم انا نازل الجيم، الله ينعل ابو دي شكلها اللي خلاني اطلع الميزان هكتئب.
بسم الله. ناس كتير استغربت اداء اللات في اخر فيديوهين. السبب ان انا هحاول اعمل حركه نصف دايره. نصف دايره ايه اللغه العربيه؟ نص دايره، يعني بحس ان الشداد مربوط هنا، تلاقي بتحرك كده كأن الحته دي مش موجوده عشان ما بحسش بيها كده. بسم الله. المجموعة اللي فاتت ما كنتش بضم لحم كتف كويس، هحاول اضم اكتر المجموعة دي. بسم الله. خليط. كم عدى؟ 4. لازم باكو في 6. انا بزني في الاداء. وصلت اريح 5 دقايق وابوطن فيهم. الفترة الأخيرة كان في فكرة مشروع كنت عايز أعملها، وقفت قدامي أسئلة ياما بقى، افتحه ولا ما افتحوش، هعرف أوفق بينه وبين الكلية، ده في نفس الوقت هو ممكن يمنعني من الجيم والحاجة ديت، ودي حاجة شبه مستحيلة إن أنا أصور وإن أنا أعمل قناة عن الجيم والمحتوى والفلوجات دي، يعني بقت حاجة أساسية من ضمن الأولويات عندي.
فانا مهما كانت الحاجه اللي انا عاملها بعد كده برضه لازم يبقى في جزء مني بيحس ان هي ايه ما تجيش على الحاجه دي. بقى الموضوع فيه ريسك من ناحيه كده، بس دي مقبول عادي، هتمرن واصور في اي وقت، دي مش قوي. ريسك بقى من ناحيه الفلوس، يعني الفلوس اللي انت هتخاطر بيها ديت مش هتعرف تخاطر بيها تاني. اللي هو هي ريسكايه مره واحده بس، يا تصيب يا تخيب، لو خابت مع هتبقى على حديد. فكانت قلقاني شويه، وطبعا كل ما تسال حد يقول لك احنا عملنا مشاريع والمشروع نجح، وفشلنا في الدراسه وبقى اسمنا فاشلين برضه ما اتعلمناش، وكلام الناس ابن فايه العقليه الصح هنا؟ في خوف، في مخاطره، في مجازفه، انت تخش في كل دول. فطبعا عقلي طلع من النص كده وقال لي غوص دوس. متردد شويه كعادتي، ولكن في النهايه انا هعمل اكتر حاجه انا متردد فيها من الغلطات اللي حصلت قبل كده، فهغوص هعملهم كلهم في النص. واللي هو انت هتروح بعيد قوي احسن ما تروح بعيد، بس انت كده كده رايح، فانت روح بعيد قوي عشان لما تروح بيك يبقى انت عملت اللي عليك. فهجرب اعملهم كلهم مع بعض ان شاء الله، الدراسه مع الجيم مع المشروع. ولو فشلت دلوقتي فلسه معايا 40 سنه قدام، اما تبقى بين ال 60 او 70 يعني. بس ما فيش مجال لكده، فان شاء الله احاول اسعى انها ما تتجهش لكده، ولكن برضه في نفس الوقت انجز. وطبعا بقالي 3 ايام عطلان في الحياه، ان انا لما بفكر في حاجه مش بعرف اعمل حاجه ثانيه، انا مش بعرف اذاكر وانا بفكر في قرار هاخده بعد كده ولا لا. انت عارف حتى لو خدت غلط المهم اخده، بعد كده اشوف بقى انا هعمل ايه بعد كده. فهندوس قرار النهائي. دلوقتي فاضل لنا شكل باي، وهنخش ديد ليفت، وباذن الله الديد ليفت يكون كويس ان شاء الله. جهاز السميث اللي عندنا ده يساعدنا. بون تو وين. في حد؟ لا. حتى السيت اب صعب. بص، اول حاجه تكنيك، مش عايز اعمل كده ومش عايز اعمل كده، عايز اقف عادي تمام كده مثلا. لا لا شويه تمام. بس الارض واطيه، محتاج احط وزن تحت. اه صدرتها انا دلوقتي. بسم الله، بس اني هقع. تمام كده مظبوط، حاسه يعني ايه حلو. لسه الجهاز خير يا اما انا خير، واحد فيهم. ركز معايا ما تركزش مع الله يستر. ايوه، اتوقع الحل ان انا اشفط بطني عشان ما اعملش عرش لقدام. لما تشفط البطن مش بتحس بالموضوع، فحابب ازود وزن ولكن مش هنعترس هنا ومفيش اي جريفتنج في الموضوع. نبدا بسم الله. وبرضه مش عارف ليه بس عايز اتجنب الاسترابس او الشداد عامه. شدتي جنب الباي، شافط بطني، مش هعمل ارش. يلا
هي ايدي ليه بتعمل كده؟ المفروض ما تعملش. في عدم ثبات شويه. اللي انا بعمله ده هو اللي انا بتعلم بيه فيهم اي تمرين عامه. خش كده والله بص، ارجع اروح البيت اشوف التصوير وكده افتح فيديوهات لناس على النت ولا افضل اعدل فيه لحد ما يبقى احسن حاجه. هي رحله عباره كده بالنسبه لي في الجيم. لو اتصبت فاتصبت بمزاج. يلا نجيب تاني. يا ابني الله يحرقك. ما جبتهاش. انا برضه حاسس ان انا هقع، لسه حاسس ان انا هقع. ما اشوف الفيديو ده. بس حلو كده. نفت ايديه. بس كده خلصنا الفيديو، نشوف الفيديو الجاي. السلام عليكم. بنت جنبك والله.